طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمكن الأيام دي بالنسبة لنا حصلنا الحتات المهمة شديد، لكن استحملونا. يعني نحن ما ناس شعارات سايفة، حنتكلم شوية كده بتفصيل ما ممل في مسألة القضاء دي. أولا عشان الناس النت بتاعها ما يقطع علينا في البداية، بكرة الموكب ده بمثلنا كلنا، موكب المطالبة بقضاء عادل نزيه مستقل، بيمثلنا كلنا. وده ما اللي بيجيب لنا كل حقنا، لكن اللي بيجيب لنا جزء كبير جدا من حقنا. السؤال، الموكب ده نحن طالعين بنطالب منو بقضاء عادل الآن؟ في إشكالية بتاعت براءة من مسؤوليات. دائما يقول لك الكيزان الدولة العميقة. يا اخواننا ما نلقى عذار لروحنا. نحن الآن بنطالب من في يده الأمر بتاع القضاء العادل. والمسألة دي الناس ما تزعل، يعني الموضوع ده ما شخصي يا اخواننا. لما نتكلم عن إخفاقات في وثيقة دستورية في جانب القضاء، القضية حقت بلد، فالرد مفترض يكون في الجزئيات دي، ما يبقى موضوع شخصي يا اخواننا. كمثال، في الوثيقة الدستورية الحتة اللي وقفنا فيها كثير في اللايفات الفاتت، مسألة الحصانة. أنا ما يعني خليك من تلتين المجلس التشريعي عشان ارفع حصانة زول واحد، دي ما القضية الأساسية. السؤال، أنا بنادي بقضاء عادل مستقل، ورفع الحصانة ده مسؤولية القضاء. كيف أشيل الحصانة أديها للمجلس التشريعي عشان يرفعها؟ هنا المجلس التشريعي بيمارس في صلاحيات بتاعت قضاء. كيف يكون القضاء مستقل إذا أنا من قول التيت في الوثيقة الدستورية بتاعتي شلت صلاحيات القضاء أديتها للمجلس التشريعي اللي لسه ما تكون، واللي بعد ما يتكون حيكون يعني على الأقل كان نقول والله يا أخي ترفع الحصانة بواسطة اللجنة القانونية في المجلس التشريعي. المجلس التشريعي ده كله ما فيه معلمين ودكاترة، ما كله قانونيين. عشان اجي ادي لي 300 نفر او 400 نفر، الا 300 منهم يصوتوا لرفع الحصانه اللي هم ال 300 المعينهم انا. هنا افرغت القضاء من المحتوى بتاعه، اضعفته من اول يوم في الوثيقه الدستوريه لما ما اديته صلاحياته كامله، شلت صلاحياته. ودي اهم نقطه، انه السلطه التنفيذيه دي بحاكمها منه. ده فصل السلطات يا اخواننا، ده فصل السلطات اللي بنقوله ذاته، انه السلطه التنفيذيه بتخضع لرقابه منه قانونيا. عمليا تخضع لرقابة السلطة التشريعية، لكن ما ممكن جنائيا أشيل صلاحية القضاء وأديها للمجلس التشريعي عشان هو يرفع الحصانة. دي مسؤولية القضاء. أنا شلت أديتها للجسم حقي أنا اللي بعينه أنا وفق الاتفاقية بتاعتي. ده أول إخفاق دستوري وقعنا فيه. قبل ما نمشي خطوة لقدام، حنجيب قضاء ما عنده سلطة على السلطة التنفيذية. أدينا السلطة التنفيذية حصانة، وحتى الحصانة ذاته رفعها ما أديناه للقضاء، أديناه للسلطة التشريعية المعينة، واللي ده ما اختصاصه. لانه بكرر السلطه التشريعيه دي ما كلها حتكون قضاء. السلطه التشريعيه فيها الاستاذ، فيها المزارع، فيها المحامي، فيها القانوني، فيها السلطه التشريعيه، ده المجلس التشريعي، فما اختصاصه. دي اول اخطاء وقعنا فيها. عشان نحصن السلطه التنفيذيه يبقى صنعنا انقاذ صنعنا نظام نميري ذاته، صنعنا سلطه تنفيذيه ديكتاتوريه غير خاضعه للسلطه القضائيه. واحد، والحته دي انا ما حافوتها، كل ما اتكلم حاذكرها لحد ما ننبه الناس، لانه القضاء لازم يكون فيه قضاء اداري مستقل. كلمه مستقل دي معناها شنو؟ عشان ما نرفع شعارات ساي نقول دارين قضاء مستقل، دارين قضاء مستقل. هو القضاء اللي انت جبته ليه بالوثيقه الدستوريه حقك ما مستقل وما اديته صلاحياته. انا لما نطلع اقول لك داير قضاء مستقل، اول شيء داير قضاء ما يخضع للسلطه التنفيذيه، داير قضاء يكون عنده السلطة على السلطة التنفيذية في المحاسبة، لأنه في كمية بتاعت وسخ حيتكرر. لأنه الناس اللي جبتهم ذاتهم الآن عندهم تاريخ في القضاء السوداني اللي قاعدة. الزول لما تجيب لي زول ما لأنه ما كوز، ما كان جزء من النظام بتاعهم ده ذاته، تجيبوا لي وزير عدل ولا تجيبوا لي نائب عام ولا تجيبوا لي رئيس قضاء، بس لأنه ما كان كوز وكان في نفس النظام بتاعهم بنفس ممارساتهم، وتجيبوا يمشي لي بنفس النظام القديم، ما عملت حاجة، ما حقدر أحاكم زول.
الان نحن بكره دي الناس طالعين موكب، نحن بكره حنخط القضاء السوداني في امتحان حقيقي، ما بالموكب بس. بكره عندنا جلسه في قضيه بتاعت واحد من اباطره الشر في السودان، ودي نصيحه للناس، نحن حنخط القضاء ده في امتحانات حقيقيه، وبعد ذاك يا اما حقنا ده يجي بالقانون ذاته، يا بعد ذاك تبقى الوسائل كلها مشروعه. يبقى يا اخوان المطالبه بالقضاء المستقل لازم نعرف ونعرف القضاء المستقل، ونعرف القضاء النزيه، حتى بعد ذاك نكون مطالبين بقضاء نزيه عادل مستقل، ونقول لهم الوثيقه الدستوريه ذاتها ما حتجيب لنا قضاء مستقل. واحد. اثنين، حنخط القضاء السوداني في امتحان حقيقي. انا ما حاتكلم بتفاصيل لانه مهنتي كمحامي ما بتسمح لي بانه اتكلم في تفاصيل. بكره في المحكمه بنتلاقى وبنجي نوري الناس تفاصيل الحاصل، ما حنتجاوز للما حصل لسه. لكن جزء من المفارقات انك تخش المحكمه تلقى محامي الطرف الثاني هو وزير العدل الفات، ونفس القضيه تلاقيه في قضيه بتاع الشركات تلقى هو كان المسجل التجاري في يوم من الايام، وهو ذاته العدل في القانون بتاع المسجل التجاري عشان يمرر حاجات للشركات اللي هو الان مستشار قانوني ليها. ونفس الزول تمشي تلقاه في هيئه الدفاع عن البشير، تكلموا لي عن قضاء عادل. نحن حنحكها معاكم بالقانون ده بس. والرساله اظنها وصلت لمنه، وصلت الزول اللي كان وزير عدل في يوم من الايام، كان نائب عام، كان مسجل تجاري، الان مستشار لافسد مؤسسات تجاريه في السودان، وكان مسجل وعدل القوانين، واقف بكره معانا بنتلاقى. فيا اما المساله دي نحسمها بالقانون ده ذاته ونقدر نجيب حقنا، يا بعد ذاك ورونا قولوا لنا اخواننا الله القانون ده ما حيجيب لكم حق، ثورتكم دي راح الساي، نعرف حقنا ما بنخليه، حقنا ما بنخليه. يعني لو عجزت السلطات عن انه تجيب لنا، ولا الاحزاب ولا التجمع ولا غيره عجز عن انه يجيب لنا قضاء مستقل يجيب لنا حقنا، وما حقنا ما بنخليه، ما بنخليه كله. فالان المطالبه بالقضاء النزيه المستقل حفظا لطرق التقاضي في الحقوق. الطرق دي لو اختلت حقنا بنجيبه، حقنا ما بنخليه. حاجه اخيره داير اقولها يا شباب، دي لكل السودان نصيحه، اي زول عنده حق، اي زول عنده حق، اي زول عنده حق ضايع ما تطالب به هنا. المحاكم دي لازم تفعل حقوقنا دي. القاعده القانونيه بتقول لا قضاء الا بطلب لا قضاء الا بطلب ولا عقوبه الا بنص. يعني حقك ذاته بيت الشعر اللي بيقول حقك تحرسه وما بيجيك، يا هو ذاته الكلام ده، حقك تحرسه وما بيجيك. ما تقعد نقول والله قتلونا دقونا، نحن مرقنا بعد الربا والتلاف بالمحاكم دي ذاتها. اي شيء شفناه غلط في يوم من الان عندنا عليه ادله نتلاقى في المحاكم. بذكر الناس اذا الحكومه الجايه ولا مجلس تشريعي ولا ما تعرف تجمع ولا قحط ولا اي زول خات يده في السلطه الانتقاليه الجايه، بنذكرك بحاجه واحده بس، المفسد في هذا السودان ما البشير براو، عشان ما تضاروا تبيعوا في القضايا. والبيع ده احنا شفناه بعيننا بادلته. المفسد في السودان ما البشير براو، والبشير فساده ما في القروش بس. وين فساد الدم؟ وين فساد السلطه؟ حتى بعد ذاك نجي لفساد المال العام. والناس اللي بتسال عن الاعدام بعد سن ال70 دي مساله الناس كلها شايفوا لافين ومدورين فيها انه ما في اعدام بعد سن ال70. لا، في اعدام. الاعدام الما بعد سن ال70 هو الاعدام التعزيري، ما اعدام القصاص. البلد دي فيها دم، فيها قتل عمد، فيها اوامر قتل، فيها اشتراك جنائي. لو تم تزعيم بالمواد دي تعدم بالقانون السوداني اللي انت ذاتك اجزته سنه 1991 وعدلته 2002 وعدلته 2015 وعدلته 2017 عدلته 2018 عدلته 2019 سقطت 2019 بالقانون اللي عدلته 6 مرات. ده ذاته بيعدمك، هو ذاته بيعدمك. ما تقول لي ما بيعدم، بيعدموا. الناس دول بيعدموا بالاشتراك الجنائي في القتل العمد، لانه ده قصاص. القصاص ما متعلق بالاعمار، الاعمار في العقوبات حقت التعازير دي اللي ما فيها تنفيذ بعد سن ال70. الناس ما تشرع لنا ساي، يقول لك ما بيعدموا، اعدموا. لكن ليه ما مفتوح المواد دي؟ ليه ما هو جو يقف في الBBC قال نحن قتلنا الناس باعترافه بشهاده ناس ادى تعليمات؟ احمد هارون ادى تعليمات قدام العالم كله، ما داير اسير، ما داير شنو، جريح.
دي مخالفة واضحة للأعراف المحلية والمواثيق الدولية ومخالفة لحقوق الإنسان. كيف تقول ما داير أسير وما داير جريح؟ انت خالفت القوانين حقت المجتمع الدولي كله، خالفت قوانينك ذاتها في القانون الجنائي بتاع 91 ذاته بيتكلم عن حقوق الانسان، دي ذاتها انت خالفتها. لما تقول لي ما داير اسير وما داير جريح، دي بين قوسين اباده جماعيه. في الاباده الجماعيه دي شنو؟ لما ترسل لك جيش وتقول لهم ما تجيبوا حي بين قوسين، دي الاباده الجماعيه، يعني اقتلوهم بس. الحرب فيها القتل، فيها الجرح، فيها الاسر. انت الاثنين دول قلت ما دايرهم، معناه داير شنو؟ دي اوامر صريحه بالقتل حتى للجرحى ولمنو؟ للاسرى، ما تجيبوا حي. الكلام ده قاله احمد هارون وقالوا فريق في الجيش الان قاعد نظامي في القوات المسلحه السودانيه. يجيبوا لك عضو في مجلس السياده ويجيبوا لك في شنو، وهو واقف في المنصه وكان بيقول في الكلام ده احمد هارون انه ما دار اسير وما دار جريح. ده ما كلام بدين بالقانون السوداني. كلموا لك عن عداله قضاء ونزاهه قضاء بالتعيين بالتمرير بالحصانات. نحن بنطالب بقضاء نزيه مستقل ما تدخل فيه السياسه ذاته كله. لا كوز لا ما كوز، لا كوز لشيوعي لا انصار سنه لا حزب امه. ما دايرين تسييس للقضاء عشان تقول لي ده ما كوز ده شيوعي، ما دايره حزب امه، ما دايره، ما داير لونه السياسي. انا داير قاضي نزيه، ما داير قضاء مسيس لا مع الكيزان ولا ضد الكيزان. داير قضاء مستقل يحكم بحياديه ولا بتشفي ولا بيتعاطف. انا داير قاضي اجيب له الحيثيات، اجيب له الادله، يحكم بغض النظر عن قدامه منه. لكن ما داير قضاء يتشفى ولا داير قضاء يتعاطف وينكسر، ما داير قضاء تدي صلاحياته للتشريعيه ويقعد لي دلوكه، ما داير الكلام ده. عشان كده موكب بكره ده اي زول طالع لازم يفهم الكلام ده، وفي مخاطباتكم بكره المركزيه قولوا الكلام ده. وروا الناس ان احنا دايرين قضاء مستقل نزيه، مش قضاء يسوقوا ثاني بالسياسه، مش قضاء ثاني يسيطر على الاحزاب، نفكهم الموتور نسلموا الاحزاب. ما دايرين احزاب يبيعوها ويشتروها، تبيع وتشتري في القضايا، ما دايرين قضاء يكون في زول كبير عليه، ما دايرين قضاء يسيسوه، ما دايرين قضاء منكسر، ما دايرين. دايرين السلطه القضائيه تكون مستقله وتكون قادره على محاكمه السلطه التنفيذيه دون ما عراقيل. وانا افتكر الحصانات دي نوع من العراقيل. عندنا ادله الليله مش حصانات، انا في كلام ما داير اطلع من الخط، لكن واجعني لانه بكره موكب القضاء وبكره محكمتنا مع الجماعه. يعني الحاجه دي ما قادر اتكلم، نتلاقى بكره في المحكمه. لكن ما يعني في ناس بيفتكرونا بنصرح ساعي في الفيسبوك ده. لما قلنا في ناس لو ما رميناهم في البلد دي ما بنرتاح. لما قلنا في مليارات الدولارات لازم ترجع خزينه الدوله، ما لقينا غير تهديدات، ما لقينا زول قال هاي صح. لقينا خوف، لقينا ذله من الناس، لقينا حملات تخوين مدفوعه القيمه من الناس، لأن المعارضه السودانيه ذاتها متورطه مع النظام الفات في فساد مالي. التورط في البلد دي حتشوفوه بالمحكمه. وقفنا تصريحات، وقفنا كلام، نتلاقى في المحاكم، والبقع ده بقع الرب، يا متنا بطلقه هنا يا جبنا حق البلد دي خدتنا في الخزنه بقانونهم ده ذاته بتجوهاته دي. نحن بنستسلم، واي زول عنده حق يا اخواننا ديك المحاكم ما تتفرج. في زول دقاك، في زول رفع عليك اصبعه ارهاب طوالي، تفتح ماده جنائيه تسكها بالقانون. القانون ده لازم يتفعل، حتى القانون المشوه ده قبل التعديل يتفعل. في قوانين بتحمل لنا حقنا نطالب بها طوالي، نفتح بلاغاتنا في جهاز الامن، الدقه ويعتقل. بتعرف فرد في الجهاز دقاك تجيب شهودك تفتح اسد. الناس تفعل، مش تقعد تقول دايرين قضاء. نضغط نحن القضاء ده عشان يستقيم، ما نرخي له. القضاء ده بالتراخي بتاع الناس انحرف. حتى لو جابوا قضاء بشكل مرضي ما ممكن تقعد تتفرج فيه صف. تضغطوا بالمطالبات، تضغطوا بالبلاغات، تضغطوا بانك تسوق حقك تطالب به لحد النهايه. قضاء ما جابوه او اللي حيجيبوه او اللي غيروه او اللي حيغيروه، نحن من جانبنا حنضغط. ما بنقف ولا بنرخي ولا بنتراخى ولا بنخاف ولا بنخاف. دي فيها رساله لناس. ولا بنخاف، لما نقيف في حق بنقيف للنهايه، وما في زول بيشترينا. دي رساله للناس اللي قاعد يميعوا القضايا، يقول لك $1,000,000 و7 مليون ما عندنا كلام زي ده. نحن قطره الدم عادلت رقبه الزول، اموال الارض ما بتوقفنا تجاه قطره الدم دي. خدتنا زول في راسنا بادلتنا، انا ما اقدر اذكر اسماء
لكن قاصد وزير العدل السابق والنائب العام والناس اللي لخبطوا في القضايا اللي فاتت، قاصدهم تحديدا بالكلام ده. تعالوا بكره ما بنقف، عندنا 3 قضايا شغالين فيها، حنخد القضاء السوداني في امتحان، ونائب وكيل النيابه الشطب الماده 47 في مواجهه الزول داك برضه ما بنخليه بالاجراءات، ما بنذكر اسماء. لكن البيت وكيله النيابه الشطبت البلاغ بتوجيه، نحن بكره مقدمين طلب للمحكمه ذاتها بانه نراجع سجل المكالمات بتاع وزير العدل وبتاع الراسمالي الدفع عليكم القروش بالمحكمه، حنجيب سجل المكالمات عشان نوري الفساد. ما عندنا كبير، لا عندنا نائب عام كبير، لا عندنا رئيس قضاء كبير، لا عندنا وكيل نيابه كبير، ولا نقيب المحامين حقنا الخاتينه ما كبير على القانون. الدار ارمينا بالقانون، الدارين نرمي بالقانون. ما في زول بيشترينا، ما في زول بخوفنا، ده القضاء العادل بنعرفه. ما جبتوا حقك تحرس ولا بيجيك حقك تقاويه، طلعوا حقنا بنقاويه، نطلعوا بالقانون والما بقع بنرميه، الا يبقوا على حق نبقى احنا على باطل. غير كده حقنا بنجيبه المحاكم. يا شباب عندك حق طالب به، ما ضاع حق وراه طالب. مطالبتنا الاولى قضاء نزيه عادل مستقل. 4 مصطلحات دي لازم نقراها كويس، نعرفها كويس. نزيه عادل مستقل، قضاء نزيه عادل مستقل، نزيه عادل مستقل. استقلالية القضاء دي حنتكلم عنها الايام الجايه، لانه انا كترت على الناس، والناس بكره راجيها موكب واحنا راجينا مواكب داخل محاكم. نستأذنكم الى ان نلتقي. ابقوا طيبين، ابقوا راكزين. حقك تحرس ولا بيجيك حقك تقاوي وتقلعه. موكب بكره ده للاسف الشديد في ناس داعين له، ونحن طالعين عشان نسالهم هم ذاتهم القضاء العادل وينه؟ هم ذاتهم جابوا الوثيقه الدستوريه، القضاء العادل وينه؟ الاحزاب القضاء العادل وينه؟ المجلس السيادي القضاء العادل وينه؟ المجلس العسكري القضاء العادل وينه؟ قلت لنا المدنيه بتجيب لكم حقكم، صبرنا وسكتنا لحد ما وقعتوا، وبتشاكلوا قدامنا. نحن دايرين حقنا بس قضاء عادل نزيه مستقل وفقوا، ما دارين منكم شيء ثاني. عبروا بنجيب حقوقنا برانا. وشايفينك يا البرجوكي متوشحه بالقمرات، مشلوله بنص دستوري، مشلوله بنص دستوري كاتباه الدبابات. الناس الجدرة جنك، الناس الجن ثورة، السدر بنور الهامش، الصبر سنين ودنين، الناس المحرومين، الشال الشمع سنين، السكن بيوت الطين، الهتف بنبض الشارع، حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. ده الشعب الطيب صابر مطبوح الروح والقلب، ودران بفتش ذاته في أجندة حكم شمولي. ما بدي الفقراء مصانع، لا مدرسة لا منقود، ما بيعرف إلا الدوشكا وربط البوت. والشعب الطيب يما مسكون بشوق الناس. يا فقراء دواس لدواس، أحزابنا دواس لدواس، ما خير نتواثق أيوة ونخلي الموت في السرحة ويطير الدم في نحاس، ونحاس الجيل الجاي في التنمية والقرطاس، ونحاس الجيل القادم في يقظة شعب الهامش البسأل الرب كتير. هل ممكن يحكموا فقراء؟ هل ممكن يحكموا فقراء؟ عفوا يا خليفة المهدي، أجبت رحيق الشمس. شكرا محمود ود أحمد. الليلة نحاسك برا في الدولة وحكم الشعب. سوداني هويتك هامش، يا وطني هويتك هامش، والهامش نبض النبض. الناس اللي بيزرعوا نحن، الناس اللي بيصنعوا نحن، الناس اللي ركبوا الخيل بسيف العشر الجان في كرري وفي شيكان. الصدق الذاتي نحن، الطرح القادم 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 نحن. السلطة الجاية نحن، الدولة الجاية نحن. لا مدرسة لا تيار، لا نشرة ولا أسمار، لا نشرة ولا أسمار، لا موية تبل الريق، لا عود ينشق بالفاس، إلى زول ينشق الطق، إلى زول ينشق الطق. يا شعبي عدالة عدالة، يا بلدي عدالة عدالة، يا وطني عدالة عدالة، عدالة لكل الناس، عدالة لكل الناس، عدالة لكل الناس. ميزان عديل حساس في كف هموم الشعب، في كف دموع الناس، في أحلى أخوة وإلفة نتعايش بإحساس. حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. أبو نوسة ثوري ثوري،
ده حكومة تضرب بوري والمجلس بيضرب بوري وأحزابنا بتضرب بوري للشعب الما هو ضروري في الوطن الماكل نيم. يا وطن الدنيا ده بنقى حكومة حنة وفنقة، ده الشعب الماخد خنقة شان ما يشبع برسيم. حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب، الشعب الهامت سقالة في نص السوق العربي، الشعب الرزق سقايا في نص السوق العربي، في نص السوق العربي. أدربي يفتش بالا علشان ما يبيع سكين، سكينة دروب اتباعت جوا القصر، سكينة دروب اتباعت جوا القصر، سكينة دروب اتباعت جوا القصر. لا بيمشي جديد الثورة بأعلى جياد والدقنة، ما بتعرف طعم الضر. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. عندنا ناس قاعد يقعدوا بعد البرجوكي هاي في الليلة، عندنا ونسة صغيرة كده لما بعد البرجوكي. لأنه هي قلة وهم الصفوة من زمان بداية الثورة. وفي ناس أنا كايسهم بالفتاشة، الناس اللي حضروا معانا راس السنة في عز الثورة بداية المواكب، كان في لايف كده عيدنا فيه مع بعض لو تتذكروا، فيكم جزء بكون متابع الوقت داك اللي هو لايف راس السنة. أنا بفتش في الناس دي اللي يزول روس معاه راس السنة، لأنه دي الحاضرين بداية الثورة كده متابعيننا من أول ما كانت شرارة. الناس اللي انا دايرهم زائد الناس اللي بيقعدوا بعد البرجوكي، ناس الونس الخاصه اللي قاعد تكون بعد البرجوكي. عندنا نصائح سريعه قصيره. الناس الموكب بعد ده استعدوا لبكره، ناس تستحمى تغير تقرا عن القضاء. بعد ده ذات المواكب دايرينها علميه كده، الناس تقرا عن القضاء واستقلاليته بتكون كيف ونزاهته وكده. براك اعمل لك بحث في القضاء ده عشان تجي تناقش تعرف الناس ديل باعونا كيف وغشونا في شنو، قضايانا اتباعت كيف، عشان ما نبقى زي اللي بنتهم في الناس او بنطعن في شرف الناس او في ذمه الناس بالباطل. براك اقرا واعرف القضاء مفترض يكون سلطته حدها وين، مفترض صلاحياته تكون شنو، القضاء اللي جابوه هسه بالوثيقه ده شكله كيف، اخفاقاته كيف، كان مفترض يكون كيف. براك اعمل لك بحث حتعرف قدر شنو دولتنا اللي فاتت مشوهه، والدوله الجايه دي ذات للاسف الشديد بدات بتشوهات قضائيه تشريعيه محتاجه وقفه مننا هسه دي، عشان على الاقل بعد ال3 سنة دي ما تاني نجي نكابس في قضاء اكثر سوءا من قضاء الانقاذ. والوقت ذاك ما في طريقه تعدل لانه حيبقى دستور دائم. 1 2 واحده من الملاحظات المؤلمه جدا يا اخواننا، مؤلمه شديد عليكم الله يزول بشاهد الان متفق معانا او مختلف معانا يتصدى للظواهر دي، يتصدوا لها كلكم مع بعض. ظاهر بتاعت الفراغ اللي بدأت تظهر تاني في الفيسبوك، بدأت تظهر في الحياه العامه، الانصرافيه اللي ضربت انا ما عارف، حاجه مؤلمه جدا لما تعال الجروبات دي وتشوف شكل الناس نقاشهم، البوستات احلى انا بالهناي ولا احلى انا بالهناي، احلى انا بالدولار ولا احلى انا ده شنو ده؟ يعني هو راجل سوداني قلت لك ساقونا لحته الناس ديل بدون ما يحسوا، رجعونا لمربع الكيزان بل مربع اسوء منه. يا اخوانا الانصرافيه دي وحده بغض النظر عن شكلها واسبابها ومسبباتها او الظروف اللي هي فيها، في النهايه انصرافيه عن قضايا حقيقيه لقضايا ما عندها علاقه باوجاعي ولا مطالبي. لما القى راجل شاب عمره 18 و20 و25 هو مستقبل البلد دي، وبنات في عمر الزهور هم مستقبل البلد دي، وهم جابوا الثوره دي لكن ما حرسوها. لما تجيب الثوره دي توصل للمرحله دي وتمشي تشيلك خلاص انت الان قضيتك بقت انت احلى، يعني بتلقى 100 بوست قدامك والاف التفاعلات، احلى انا بالبنطلون ولا احلى انا يعني حاجه ذاتها غريبه جدا جدا، غريبه جدا جدا. احلى انا ما والله العظيم واحد ماسك حلاوه مصاصه بمص، احلى انا بمص المصاصه ولا احلى انا من غير مصاصه، ده شنو ده؟ يعني كميه من الفراغ والسقوط تحس بانه ده ما الجيل اللي كان قبل شهرين قاعد في الشارع. في شيء غلط بيحصل، في شيء غلط بيحصل، في شيء غلط. سيدي ريدك ما عارف شو يعني كلام ذاته ما بيتقال بتلقى لك 20 بوست بتلقى التفاعلات عاليه جدا جدا في قضايا لو حصرتها كلها مع بعض ما عندها ولا علاقه بثورتنا المحتاجه حراسه الان، بواقعنا المحتاج تغيير، بمطالبنا اللي لسه ما جات. انتوا قايلين خيانه الشهداء دي كيف؟ خيانه الشهداء دي اللي تمشي للمجلس تديك ولا تمشي للامارات تديك؟ الخيانه دي خشم بيوت. كونك تخلي الدم ده بيجاي السال معانا في الصف الاول بيجاي ونمشي ننصرف لقضايا ثاني، انا في تقديري دي خيانه لدم الشهداء ذاتهم.
اعرفوا الكلام ده كلنا يا اخوانا، نفهم انه الانصرافيه اللي بتحصل الان هي خيانه للقضايا بتاعتنا، وخيانه للشهداء، وخيانه للمطالب بتاعتنا، نحن خيانه لروحنا دي اللي وعدناها واطلعنا بها وضحينا بها، حاجاتنا ضحينا بها، خيانه لاهلنا، اطلعنا الشارع وعدناهم بمستقبل افضل. يا اخواننا الحق ده ما داير زول يحرسه، والحراسه الجايه وعي، الحراسه الجايه ما ترس. الان الحراسه ما متاريس، من 11 ابريل الحراسه مفترض تكون درجه بتاعت وعي في المجتمع، القادر يفهم حقوقه وواجباته. المرحله الجايه وعي يا اخواننا، ما متاريس ثانيه، حقنا دايرين نحرسه بوعينا بادراكنا، نعرف الغشانه منه عشان ما ننتظر 30 سنه عشان نغضب على الظلم. دارين الظلم ده اول ما يقع الناس تغضب له وتقيفه تصد له عشان ما يتجذر وينتشر بمستوى الفساد اللي انتشر الان في ظل الانقاذ. انا بس طالب الناس بعد المواكب قبل المواكب يا اخوانا الله يرضى عليكم، حاربوا الانصرافيه اللي بدات تضرب مجتمعنا تاني من جديد عشان تخليه ما منتبه لقضاياه، وتنسيه حاجاته، تنسيه ثورته، تنسيه شهدائه، تنسيه محاكماته، تنسيه قضاءه، تنسيه وهو طلع عشان شنو، وترجعوا لمربع الركوع تاني. انتوا بتركعوا في روحكم، والناس الما واعيين بالمساله دي اللي يوعوا لانه والله يا اخي الانصرافيه دي هي ذات جابت ديكتاتوريات، هي الأطالة عمر الدكتاتوريات. شفت انصرافية المجتمع دي هي، أنا لو قلت لي الإنقاذ قعدت 30 سنة ليه؟ بقول لك قعدت 30 سنة لأنه لقت مجتمع ما واعي في المقام الأول، لقت أحزاب ضعيفة هشة في المقام الثاني، في المقام الثالث لأنهم ناس دنيين قدروا يخططوا صح لنفسهم، أنانيين غيره، هم السبب الثالث، لكن السبب الأول نحن. وهسه السبب الاول في سقوط الثوره ممكن يكون نحن، وحراسه الثوره نحن بوعينا بادراكنا بتركيزنا في مطالبنا. فرجاء استحملونا، كل يوم انا حاذكر الناس عسى ولعل 5 6 7 انفار يحاربوا معانا الانصرافيه، بكره 5 6 10 لحد ما نلقى عندنا مجتمع واعي. والافضل يكون عندك خصم واعي، الكلام ده دائما قاعدين نقوله، انه خصمك الواعي افضل من التابع الغير واعي. لو جبت لي زول واحد خيرتني بانه ان يتبعك انسان ما واعي او زول واعي يكون خصمك، افضل يكون عندك خصم شنو؟ واعي. فالوعي لما نقول هو خيار، هو خيار الجميع يا اخوانا، كلنا مختلفين او متفقين، مفترض نرتقي بوعينا بتركيزنا لقضايانا لمطالبنا لحاجاتنا، ما ننساق ورا الانصرافيه. والله دي خيانه للدم. الانصرافيه دي ما جابت الكيزان القدام، حتصنع كيزان جدد في السودان، حتصنع كيزان جدد في السودان. الانصرافيه دي لو ما جابت الكيزان ديك راجعين حتصنع كيزان جدد في السودان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حدثني عشان الناس تركز، حدثني أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية. ما الحرية؟ هل هي مصطلح يوناني من بعض الحقب الزمنية، أم هي أشياء نستوردها، أم منتوجات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: لقد أنسوكم كل التاريخ بالانصرافية دي ذاتها، لقد أنسوكم كل التاريخ بالانهزامية دي ذاتها، لقد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية. أسفي أن تخرج أجيال لا تعرف معنى الحرية، لا تحمل سيفا أو قلما، لا تملك فكرا وهوية. وعلمت بموت معلمنا في الزنزانات الفردية، ونذرت لئن أحياني الله وكانت في العمر بقية سأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. فقصدت نوادي أمتنا أسألهم عن معنى الحرية، فتواروا عن عيني هلعا لكأن قنابل ذرية ستساقط فوق رؤوسهم وتبيد جميع البشرية. ودنا مني رجل يبدو قد ذاق معاناة الشرطة السرية وقال: لا تسأل عن هذا أبدا، أحرف كلماتك شوكية، وارحل فتراب مدينتنا يحوي آذانا مخفية تسمع ما لا يحكى أبدا، وترى قصصا بوليسية ليكون المجرم حضرتكم والخائن قاضي الشرعية. أبقوا طيبين، ربنا يحفظكم، ربنا ينصركم، ربنا يثبتكم. بكرة الموكب قضاء عادل نزيه مستقل، المطالبة من الجميع
الذين لهم يد في الوثيقة الدستورية أو النظام القادم، نحن نطالب بقضاء نزيه عادل مستقل فوق السلطة التنفيذية يحاكمها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.